سلام يا أصدقائي، وصفتنا اليوم رح نعمل مع بعض التبولة السورية اللبنانية على أصولها. بقتين كبار بقدونس مفرومين ناعم، 3 حبات بندورة كمان مفرومة ناعم، ربطة بصل أخضر مفرومة ناعم، وعندي نص بصلة يابسة كمان مفرومة ناعم، وعندي ربع باقة نعنع كمان مفرمتها ناعم. وهلا يا أصدقائي رح حرك هالخضرة كتير منيح مع بعض. مثل ما شايفين طالع منها ريحة بتاخد العقل. عندي كمان هون 5 معالق كبار برغل اسمر، نقعتهم بالمي وتركتهم 10 دقايق وصاروا معي بهالشكل. هلا رح نزل البرغل فوق الخضرة. كمية البرغل حسب رغبتكم. عندي كمان معلقة صغيرة مليانة ملح، وكاسة كبيرة عصير ليمون حامض، وثلاث ارباع كاسة صغيرة زيت زيتون. كمية زيت زيتون كمان حسب رغبتكم. وهلا يا اصدقائي الحلوين بقلب هالمكونات كلها مع بعضها وبخلطها كتير منيح. هذه هي يا اصدقائي التبولة صارت معي بهالشكل. وهلا رح نحضر اطيب صحن تبولة بالعالم. والتبولة يا اصدقائي الاعزاء كتير طيبة مع المشاوي بجميع انواعها. وهذه هي التبولة يا اصدقائي، وهذا هو الشكل النهائي لتبولتنا السورية اللبنانية. وقيل لك ايولة وميل لك ميولة لسقيكي فنجان قهوة واعمل لك تبولة. كان معكم الشيف جمال، وسلام.